ازيك يا حاج؟ من وين يا حاج؟ تلعب يا مرتاح؟ انت مرتاح؟ اه مرتاح الحمد لله. مرتاح؟ طب العب يا في ايه مرتاح. يا حاج؟ مش ها؟ وانت مبسوط ولا مش مبسوط يا حاج؟ لا انا مش مبسوط. ليه؟ ها؟ هو ايه اللي مزعلك عشان انت مش مبسوط؟ عشان انا مش مرتاح. طب لما ترتاح عاوز ايه عشان ترتاح؟ لا هو ارتاح ربنا يكرمنا في فلسطين. يا رب ان شاء الله في قادم الايام. يا رب. وعاوز ايه كمان عشان ترتاح؟ لا بقى راحتي بقى ان ارتاح نفسيا وعقليا وماديا وكل ايه حاجه. رايك يا حاج؟ ايه رايك يا حاج؟ بحط لك فكره. قول. نزوجك واحده يمنيه. انت امي بتقول لك اه يا جزك ونحرج وقع خبرك. ليه؟ ما انا هجوزه يمنيه عشان يرتاح. ما هو مش مرتاح دلوقتي. لا لا الراحه مش الراحه اللي في بالك فيها. ما هي اليمنية هتخلي قلبك يقعد يطربق. لا برضه مش اللي في بالك فيها. بكلمك جد يا حاج. طب بس يا شباب. شوف يا حجي اليمنيات ما تقولكش هات وفين رحت وجاي منين وليه نمت وليه صاحي وليه تبص. اليمنية تخليك تسردح وتمردح براحتك. يا عم انت خدت واحده يمنيه؟ عشان كده انا مرتاح. مرتاح عشان كده مسمينك مرتاح. ايوه. ما انا هجيب لبابا واحده يمنيه عشان يرتاح وينبسط ويروح الشيب الابيض ده اللي على شعراته. ده ناقص تنزل تاكله وتشربه وتشتغل هي. بتشتغل اليابانيه وهو هنا في البيت. هي بتشتغل؟ مفيش تشتغل، ده ورثه يا حاج. اللي بالك هو شكله كوميدي. هو متجوز واحده يابانيه يعني؟ تقول لك المدام بتقول لك انت متجوز واحده يمنيه؟ متجوز واحده يمنيه عشان كده انا مبسوط ومرتاح. انت وشك حتى معقد، مرتاح ازاي؟ اسم مش على مسمى اصلا. شوف يا حاجه اهو شوف ازاي مرتاح. ما انت بتضحك كده بس بعد ما تدخل من الكاميرا هتاخد على قفاك لحد ما يورم. يا حاج اتبع شوري يا حاج، الله والنبي عليك يا حاج. سايق عليك النبي. ده انا والله لو زوجتك يمنيه هيروح الشعر الابيض ده كلياته. لا ما انت لو ما ممكن اعمله اصبغه. مش عاوز تصبغه، دي هتدلعك. الصباح بدري هتقوم تهمز لك رجولك وتحط لك الميه السخنه مع الملح. ايوه. وتقعد تدلك بجنوبك. ايوه وتسوي لك الفطور داك اللي يا زنزينه. يا دلع وتصب لك العسل اليمني كده على الفطور. استنى اقول عيد الكلمتين. وهتسوي لك العسل اليمني على الفطور وانت هتفطر وهتصير زي الحصان. انت بق يلا امشي. هي بتقول ايه الحاجه؟ بتقول لك انت بق. يعني ازاي بق؟ ريح. بتقول لك ريح. يعني بتقول كلام وما بتفعلش. شوف يا حاج بالله الراحه موجوده في عينيا ولا ما فيش؟ انت لو بايدك هتخنق الناس هتخنقها من التعب. ابو بسمان. طب يلا. شوف يا حاج ايه رايك دلوقتي؟ هعطيك حاجه وانت توافق عليها ولا هتروح عليك؟ يا رب يا رب. يمنيه. ايوه. عندها فلوس وعربيه ومن حيث انها وليه فهوليه. بكلمك جد يا بنت، خليني اكلم ابوك. ابوك عاوز ينبسط، ابوك عاوز يطلع من العيشه القرفه اللي هو فيها.
طب والله لا عامل لك فولو، والله لا عامل لك فولو عشان انا استريحت لك. ما انا حريحك باقي حياتك مش اليوم بس. يا رب يا رب يا ولدي. دلوقتي انت فين ساكن؟ انا ساكن هريحكم انتوا الاثنين. ساكن في مصر. فين بمصر؟ هي هتريحكم انتوا الاتنين وتقطع النت. اسكت. ساكن في مصر. اقول لك يا حاج حاجه واحده. انا دلوقتي في مصر بالجيزه، في التحديد في شارع الملك فيصل. والله العظيم. والله بكلمك جد والله العظيم. مش مصري. امال ايه؟ لما تيجي تزورنا يا عم وانا ازورك والله حتشرف وحبوس على دماغك لانك زي والدي. حبيبي. ونشوف اليمنية. بس حكلمك حاجه سر ما تعلمهاش لاحد. قول. في يمنيه عاوز تسافر امريكا، هي دلوقتي بتعامل اوراقها من مصر وعاوزه تتجوز واحد يروح معاها على امريكا. معاك؟ انا معاك. جدع. ابغى تاخدها انت يا اخويا وتروح امريكا. كان بس يا شباب. واحده يمنيه يا حجه وانا مبسوط. مش عارف. انا عاوز ابسط الحج ده. انا عاوز ابسط الحج ده، عاوز الشيب الابيض ده من راسه يروح. والله عاوز والله العيشه القرف اللي هو عايشها يطلع من والله من الهموم يا ولدي. يلا مع السلامه. ما انا بقول لك لو تزوجت يمنيه حتروح الهموم كليات ابوه، والحجه الوليه ده اللي عندك حتعطيها فلوس وحتقرمشها وتريحها هو عيالها، وانت تروح تهج على امريكا انتوا واليمنيه زوجتك الثانيه. المهم اهم حاجه ان هي تغسل لي رجلي عشان المدام هنا بتغسل رجلي كل صبح اول ما تصحى تحصل الميه السخنه والملح قدام السرير على طول. تقلب رجولك على الميه على طول. تكون انت اللي تعمل الحاجات دي. خايفه عليك يا راجل لحسن تكون انت اللي بتعمل الحاجات دي. هي بتقول ايه الحجه؟ كان بس يا شباب. بتقول ايه الحجه مثلا؟ تكون انت اللي بتعمل الحاجات دي. انا اللي بعمل الحاجات دي. يا اخويا. لا هو متجوز واحده يمنيه بتعمل له الحاجات دي. شوف اليمنيه، انا بقول لك عيشتك حتكون ازاي مع اليمنيه. ايوه. اول ما تفتح عيونك هتلاقي قمر. اول ما تفتح عيونك تلاقي قمر. ثاني شيء تحصل القدر الميه كده اهو، ميه سخنه منقعه بالملح. ايوه. يلا يا ابو نيمي. رجولك من على السرير تحطهم كده في الميه، هي تقعد تدلك في جنوبك، تدلك في دماغك. ايوه. فهمت ازاي؟ على الطلاق بالثلاثه، مرتي ما عملت لي كده. اقول لك الراجل ده فتنه. امشي يلا اقفل في وشه. اعمل له بلوك. يلا. اسمع يا حاج بكمل لك العيشه مع اليمنيه ازاي بتكون. فهمت؟ معاك للصبح. انا قدامي يومين ورايحه العمره وهدي عليك لو كنت كذاب. يا حجه ما تدعيش ابو الشيخ. واقع. يا ابو الشيخ. اسمع يا حج، وبعد ما تدلك رجولك وجنوبك ودماغك تكون الحمام جاهز. ايوه. على الترويش تروح تغسلك وتظبطك وتنشفك وتجيب لك الروايح الحلوين من هنا ومن هنا وتدهنك بالمسك. سمعتش الحته دي انت؟ ايه؟ بتقول لك تغسلك وتكفنك. ما تقولش كده يا حجه. كمل سيبك لغايه حبيبي يا غنيمي. كمل. الجوله دي بتاعتك يا غنيمي ما تتغلبش. عرفت ازاي يا حج؟ خليني اكمل لك حياتك حتكون ازاي مع اليمنيه. ايوه. وبعد ما تاخذ الدش وتنشفك وتدهنك بريحه المسك. ايوه. توديك على صاله الطعام وكده الفطور. يا ساتر
يا عم اللحمه المفرومه ايوه مع الخبز المسقع ده اليمني ايوه مع القشطه والعسل. ايوه يا مسلتع سلتع. وتاخد اول بق تقول لك فتح فمك يا قلبي انت يا روح. ده انت هتخلي ناس يمينها انفرط جنبها هتولع. هتخلي ناس جنبها هتولع. كمل والله ما هسيبك الا لما تقول لي قصه اليمنيه. عرفت ازاي يا حاج؟ وتقول لك يا حبيبي فتح بقك وقول بسم الله. ايوه قول يا مرتاح. وتقعد تاكلك لقمه ورا الثانيه لما تشبع. ايوه وتجيب لك أيوة. كاسة الشاي ديك اللي يا ساتر. ايوه وتطلعك على البلكونه كده. هي تشيل ولا هي؟ هي واخده واحد مشلول ولا ايه؟ كله كلامك ده كلام واحد مشلول هتشيله مرته وترجع فيه. ها؟ هو انتوا شنان؟ يا شباب اسمع يا حاج، هو انت عاوز تعيش عيشه ناس هنيه وترضى باقي حياتك ولا لا؟ هي العيشه عيشه واحده بس، لا عيشتها حلوه لا عيشتها مره. لا، في ناس عايشين حياه مره وبعدين يخشوا على الحلو على طول. انا عاوز اخش على الحلو على طول. هو ده تزوج يا بني يا حاج. انا عاوز اخش على الحلو على طول. يا عم اللي مش مرتاح، انت منين بلدك؟ انا من اليمن يا حاجه. وانا اقول لي عمال يغسل. يبقى انت بس صلى على النبي. اللهم صل وسلم عليه. خاطبه من اليمن، لا انت خاطبه بتخطب، ها؟ لا انت بتعمل العمايل اللي بيقولها هو، اللي انت بتقولها ليه انت بتعملها بس. لا انا بقول له ده الحياه الزوجيه مع البنت اليمنيه. ما انت عايز تخطب البنات بلدك كانوا مبينين عينك. انا الطلاق لا سقف لك لا سقف لك. يا باية كده. شوف يا حجي، انا يا حجي أيوه. ده انا بعرف من ملامح وجهك عشتك ازاي انت مع عشت المصري. طين عشت طين. ما هي الصبح تقول لك قوم يبعت لك حمى يا واد انت نايم لدلوقتي. ايوه وتقعد تزن على دماغك قوم يا شيخ قوم يا راجل. هو انت ما بتشبعش نوم؟ 4 ورود يا شباب. ايوه والصبح ما حبيبي يا تجيبهوش رب. الا وهي مطلعه الروح لهنا وانت مش عاوز خلاص فضول. بس احنا عايزين شرط جزائي. حاكم قلبي من شرط جزائي لو اليمنيه شرطت يعني يا عم. خلفت هناخد الشرط الجزائي بتاعنا ونطلعها وناخد ده انا بقول لك ده حتشيل ابوك عالم ثاني. هي وراها فلوس ولا حتوديه ميح؟ على الحلو على طول. وراها فلوس ولا ميح؟ اقول لك الفلوس ما تحسبهاش. الفلوس دي حتوديك في عالم تاني. دي حتخلي الفلوس تنام عليها تحط تحت دماغك فلوس. كان بان عليك يا اسطى. امشي يلا امشي يا بياع الكلام. لا ما باين عليها مرتاحه. ولا مرتاح ولا بالله مين. عليك شوف يا حاج، شوف اليمنيه ازاي تخلي ثوبك مكوي وحياتك وتدلعك. بص حتى لو ما اتغسلتش من اسبوع. يا سلام ولا بيكذب علينا والله. الفلنة ما اتغسلتش من اسبوع. بص فانا عارف اليمنية دي. يا راجل بق ولا هيجيب لك يابانيه ولا اسرائيلي. شوف يا حجي انا بقول لك قانون تمشي عليه في حياتك. قول وانا معاك. تزوج يمنيه وما تزوجش يمني. ليه بقى؟ لان اليمني حيوديها في 60,000 داهيه. ليه؟
ليه؟ لان اليمني عاوز الصباح تغلي له الميه وتسخنها وتسوي لها ملح وتقعد تدعك في رجوله وتهمس كتوفه وتدلك دماغه كذاب بيبغي على الكذب. يا جدعان هنتغلب من مرتاح، احنا مش مرتاحين. يا جماعة هو بيتكلم نكتة أنا بضحك على طريقة كلامك والله. ده انا بتكلم جد يا حاج. اسمعني، انت فين؟ أقول انت لك فين في انت مصر؟ عشرت انت فين في الساعتين مصر يا حاجي؟ في أكتوبر. أكتوبر، في الشيخ زايد. أنا في الشيخ زايد. يا سلام، ده انا حقيق بالعربيه بيتي منك مسافه 20 دقيقه بس. لما تيجي يا عم خلاص على يا الله عم. يعقلك بالثلاثه، لو ما جيش تكبر لي الغلطان. والله شفتك هي النجاح وهي الشيء اللي حكسبه في حياتي، والله العظيم يا حاج. حبيبي والله العظيم انا مبسوط ان انا دخلت معاك. خلاص حطلع انا وانت وحتشوف النظرة الشرعية، ولو قبلت وقعنا وبسم الله وبنت اليمن تعطيك 2 مليون جنيه ونتوكل على الله ونكتب عقد الزواج وتسافر على امريكا يا حاجي. انا وراك يا عم الحاج، وراك يا مرتاح. كفو. انا وراك يا مرتاح عشان نستريح. وراك يا مرتاح عشان نستريح. طب والحجة اللي في البيت ده ام بسملة حتوديها فين؟ هتروح غفير متجوز اخويا. انا متجوز شيخ الغفر. ده انا ما لومكش يا حاج، هي اسنانك طاحت وشعرك شاب من شيخ الغفر ده. والنبي يا اخويا هي واخده متخلى لوحده. بص خلعتهم لي، ضربتني ببنيه خلعتهم لي. يا لا قالت له قوم، قال لا ما جايمش، قالت له طب خد. نيمت هو قاعد. امال انا بقول لك ليه تعبان نفسيا وعقليا وماديا وحياتي جحيم. طب يا حاج ما انا اقول لك خش على الراحه على طول كده اهو. قول لي على حاجات تانية عشان ايه، طمعني. أما فيها اسمع، بعد ما تفطرك ايوه صبحك وتشغل لك فيروز وام كلثوم كده اهو وتصردحك وتمردحك في الشقه أيوة. وتدلعك، تجهز لك العربيه وتوديك مكان كده حلو اهو تفرفش فيه. ايوه انت تروح بالعربيه تفرفش، هي تجهز لك الغداء. فهمت ازاي؟ هي يا شركة مصر للتصدير. هي مستفادة ايه بمواضيعك كلها دي؟ افهمها بس. شركة مصر للتصدير. بقول لك حاجه يا حاج، قول. هو انت في حياتك زوجتك ده شيخ الغفير هي غسلت رجولك بميه سخنه وملح؟ قصرت يا ما حصلش. يا غسلك لما يا شركة تصدير اوعى نتغلب يا شركة مين. طب هو انت مستحملها ازاي؟ هذا الله. هو انت عايش أمر. تحت التهديد انت؟ عاوز ايه؟ عايش تحت التهديد، ماسكه لك بندقية أنا ولا ايه؟ اسرائيل وغزة.
ما تغلبوش يا شباب. شباب قعبله، شباب قعبله. يعني دلوقتي هو انت عايش تحت الاقامه الجبريه والحصار؟ قلت له محاصر محاصر. ده انا محاصر وعاوز العرب كلها تيجي تفكني. العرب ما العرب كلياتهم خاينين، مش حيفكوه. ليه يا عم؟ ليه؟ هو انا بس اللي حخرجك من اللي انت فيه لو اتبعت كلام يا حاج. يا رب يا رب يا رب يا رب. شفت الرجاله، ربنا يعزكم يا رب، ربنا يعزكم. والله يا حاج ده انت سيد الرجاله. والله ربنا يعزهم، ربنا يعزهم والله. وانت تستاهل كتير. الله يخليك يا ابني، الله يخليك. ربنا يخلي لك بسمله ويخلي لك عيلتك كلها. اقول لك على حاجه. اول بقالي شهر اول مره اضحك. ربنا يديمها يا حاج وما تشوفش الحزن. هو انت بس لو رحت على الطريق الثانيه اللي حوديك فيها هتبقى تضحك عمرك كله يا حاج. ربنا يعزكم يا حجي انا حاسس فيك، اللي معناها اللي انت فيها انا حاسس فيك. قلبي منور اللايف. المعاناه اللي انت فيها انا حاسس فيها والله العظيم. مصرية ولا ايه؟ واخد مصرية؟ يا جدعان شوفوا لي واحده يمنيه تيجي تفكني. يابا لا انا مش ماخذ مصريه بس، اصحابي كلياتهم كتر مصريين كلهم نفس الحاج ده. في واحد مصري بس نصيحته يتجوز يمنيه، هو اتجوز يمنيه ما صارش شعره ابيض وسنونه طاحت، هو صار على القبر على طول. بس الشيء وانت من البلد اللي الرجاله قليله فيها والنسوان كثيره وعاملين اعلانات عشان يجوزوا نسوانهم ولا ايه؟ شكلك منها الله يحفظك، الله يحفظك. ربنا يسعدك يا حاج. والله والله بص احلى لايف سمعته من شهر. الله يبارك فيك يا رب وما تشوفش الزعل دايم يا رب. يا رب. شدوا شباب، شدوا شباب بالله عليكم شدوا. اسمع يا حجي. ايوه ان شاء الله في قادم الايام حزورك وحاخذ رقمك من على الخاص. يا رب ويا رب يسعدك عليك وابوسك في دماغك، والله ده انت راجل طيب وكويس. واجي اديك رقم اليمنيه. يا مهاجر منور اللايف، يا مهاجر منورين اللايف والله كلكم ويسعد قلوبكم. ويا هيثم منور اللايف يا هيثم. اسمع يا حجي اللي انت فيه وانت صابر عليه دلوقتي اصبر عليه وحيدخلك الجنه. صبرك ده مش حيروح. ما انا صبر ليه؟ اللي انا فيه ده هيدخلني الجنه. انا صبر ليه؟ اصبر على السو على جري السو لا يرحل لتقولهم سو. بص هي قالتها المثل الصعيدي بيقول اصبر على جور السو لا يرحل لتقولهم سو. طب يا حجي عارف واحد بيقول لي الليله دي هتنام خارج البيت. يا ريت والله العظيم ده الليله هينام في السطوح لا تحت السلم.
ده انت لو حصلت عليك مشاكل ولا هجوم كده ولا كده كلمني على الجوال، حاجي واخدك وانقذك واوديك على شرم الشيخ. هتقعد انت وعروستك الجديده شهر عسل كده. اليمنية. هيوديك عند اليمنية. واحد بيقول لك اليوم هتنام في السطوح. منورة يا أسيل والله. والله يا حاج شباب اسمع يا حاج بقول لك، يا شباب أنا اتغلب. اسمع يا حاج ايد بقول واحدة لك ايد واحدة والله. قول. هي الضحكه ده اللي بتطلع منك والبنت بسمله ده الحلوه، ربنا يحفظها يا رب، ما تجيش الا من زوجه حلوه. صدقتم ربنا بالله. يكرم لك زوجتك ويخليها صدقتم لك يا بالله. رب طول العمر. اسمع بس صدقتم بالله. انا لو لفيت الدنيا كلها ما لقاش زي امه بسمله. والله عارف، عشان ضحكتك وبسمله ده البنت القمر ده، ربنا يحفظكم يا رب ويخليكم لبعض. الله يخليك. يخليك يا الله رب. يصلح حالك. امي بتقول لك ابو صفو رجع، خاف ورجع، رجع في ظهره، خاف خلاص، وعرف ان انت نازل وهيتاخد على اخوانه فرجع. اللهم صل على النبي يا شمري. اللهم صل على النبي عليك يا شمري. وعلى صورة خالد. اللهم صل عليك يا شمري والله. طب والله انا توب 16 يا مان. المهم يا استاذ يمنية، والله انت عسل. والله العظيم انتوا العسل والعيله العسل، ده انتوا ربنا يحفظكم. منور والله يا شمري. انا مبسوط معاكم والله العظيم يا بسمله انت وابوك. والله العظيم احنا المبسوطين معاك. المهم دلوقتي انا عايش فين دلوقتي؟ في الشيخ زايد. في اسرائيل. هو احنا مش هنقدر ننقذك غير معاك الدعاء، هندعي لك يا حاج. بطني وجعتني والله. مش هنقدر نسوي معاك شيء غير ان احنا ندعي لك. معك رب. المهم يا شمري فينك يا شمري وحشني. فينك يا شمري وحشني. الله عليك. شباب الذي عندي كبسوا لا تنسوا ما تضيفوا بسمله وباباها. حبيبي يا باشا ده انت شرفتني. والله العظيم يستاهلوا، ناس حلوين وزي العسل. ربنا فرحانين ان احنا يعني طلعنا معاك، اقسم بالله. ربنا يكرمك يا بسمله ويحفظ لك ابوك ده. والله انت راجل زي العسل والله. والله انتوا العسل والعيله العسل انتوا. والله انا بص اول مره اضحك بقول لك من شهر. ربنا يديمها كل يوم ان شاء الله، وحطلع معك والله. وحنضحك وحنسوي كل حاجه والله العظيم. وحننبسط وحشوفك وحقابلك امانه وحصور عليك معاك فيديو. امانه عليك لو جيت اكتوبر ترن علي وهبعت لك رقم التليفون ان شاء الله يا رب. واوعدك اني حاجي وازورك، بس تسوي لي ده المحشي، هي اسمها ايه؟ انا أم امي الأسماء. بتقول لك ابدا ولا هزوجلكش. ليه يا ام بسمله؟ ده انا كنت بمزح، والله كنت بمزح. لا، واصلا ابو بسمله مش هيحصل احسن منك. شعب مصر كله يمشي عليها، مش ابويا بس.
يلا